ازيك يا حبيب قلب الزرزور؟ عامل ايه؟ وحشني والبعد عنك حقشني، والدنيا خربانه زي ما انت شايف، والليد اتحرق والتليفون اتباع والدنيا خربانه مدريانه. الحاجه اللي بصور بيها دي مش بتاعتي، بس ما علينا. النهارده هنتكلم على منتخب مصر. هكلمك على منتخب مصر في 2006 في بطوله الامم الافريقيه وبدايه انطلاقه الجيل الذهبي. فسيبك بقى من كل حاجه ونفض بقى، وهات سجاره كليوباترا وهات كوبايه شاي وتعالى، عشان وحشتك سلسله ناس حلوه وحشتنا انا كمان، وكل شغف وكل حيويه عشان احكي لك وارجعك بالزمن سنه 2006 وازاي مصر خدت بطوله الامم على ارضها في جمهوريه مصر العربيه. يلا بينا. بطولة افريقيا حبيب قلب الزرزور 2006 كانت بتتلعب عندنا هنا في مصر، رغم ان كانت البطولة على ارضنا بس ما كناش احنا المرشحين ان احنا نكسب البطولة. والسبب يا حبيب قلب الزرزور اللي احنا كنا في مرحلة انتقالية، ان مدرب جالنا وطني جديد ومعناش لعيبة جامدة قوي، نصهم من شباب 2003، ومعناش ناس محترفة غير 3 محترفين، وكانوا ال3 المحترفين ميدو واحمد حسن وعبد الظاهر السقا. وكان معانا الايقونة كان عنده 39 سنة كابتن حسام حسن العميد، ودي كانت اخر بطولة لحسام حسن، وقال لك انا هعتزل في البطولة ديت وان شاء الله المنتخب ياخدها ويبقى ماتش اعتزالي هو في النهائي. وبسم الله الرحمن الرحيم بدأنا البطولة بافتتاح الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. الرحمن الرحيم افتتح كأس الأمم الإفريقية. بدأت البطولة يا عم، وكان ماتش الاستفتاح للبطولة كانت قصاد مصر وليبيا، ماتش سهل وفي المتناول كده، والمنتخب ينزل يفرض سيطرته. فعلا يا حبيب قلب الزرزور الدقيقة 18 في الماتش ميدو يسجل أول أهداف المنتخب في البطولة من عرضية عبد الوهاب الله يرحمه، والأهداف تتوالى. بعديها ب3 دقايق يجي فاول في المكان خطير قوي، وكابتن حسام ميدو يروح لابو تريكة ويقول له سيبهولي انا عايز اشوطه عشان اخد هداف البطوله. بس ابو تريكة جعبد معاه وقال له انا هشوطها وهجيبها. ميدو لما لقى ابو تريكة مجعبد كده قال له خلاص شوطها وان شاء الله هتجيبها. وفعلا في الدقيقه 22 ابو تريكة شاط الفاول فعلا وسجل تاني اهداف المنتخب، وبقت النتيجه 2-0. فضلت الدنيا ماشيه عادي لحد ما جت الدقيقه 74 في الشوط الثاني، وعمرو زكي يعدي من الجون يجيبه من قفاه ويدينا بيلين، عشان المتخصص الرسمي للبيلينات كابتن احمد حسن. ولكن ميدو راح لاحمد حسن وقال له بقول لك ايه يا احمد، هتسيبها لي انا عايز اخد هداف البطوله. وعشان احمد حسن سالك قال له خش شوت يا ميدو، احنا كده كده كسبانين 2-0 خش. وميدو يجهز ويخش يشوط بس يضيعها والحارس يصدها وتترد لاحمد حسن وهو اللي يدخلها. الماتش خلص على كده حبيب قلب الزرزور. وبالمناسبه ميدو اللي كان عايز ياخد هداف البطوله ما جابش غير جون واحد اللي لسه جايبه، اللي انا لسه حكي لك عليه من شويه، ما جابش غيره تاني في البطوله. هدف واحد في البطوله وعايز ياخد لي هداف البطوله. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. الخطوه الثانيه للمنتخب في بطوله افريقيا 2006 كانت قصاد المغرب. المنتخب كان مهاجم على المغرب كالمعتاد وضيع كور كتير قوي، ولكن في كره علقت مع الناس بسببها احمد فتحي قعد دكه طول البطوله كلها، وهو انفراد احمد فتحي اللي قدامك دوت اللي ضيعه فضل معلق جامد مع الناس. وكابتن حسن شحاته بعدها قعد احمد فتحي دكه لحد اخر البطوله. والناس كلها انت ازاي حد بتسوي هو ازاي واللي عامل الجيم استنى على ليه. تالت مرحله بقى في البطوله ودي كانت اصعب مرحله وهي كوت ديفوار، وكان الماتش دوت عليه ضغط جامد قوي، لانك انت كنت ممكن تطلع من المجموعات وانت صاحب الارض ومستضيف البطوله على ملعبك وتطلع من المجموعات، فدي حاجه الا جامد. برغم الضغوطات اللي كانت على منتخب مصر حبيب قلب الزرزور قدرنا نكسب 3-1. ما تخافش. لا اخاف. ما تخافش. بقول لك اخاف يا ده انا عامل حسابي. هدفين لعماد متعب وهدف لابو تريكة من اسيست عالمي من كابتن حسام حسن. نصعد يا عم من دور المجموعات، والمرحله الرابعه لينا وبطوله افريقيا 2006 هي كانت الكونغو الديمقراطيه، وده كان اسهل ماتش لينا في البطوله، كسبنا 4-1 مستريح. الهدف الاول سجله احمد حسن، والهدف الثاني ودوت كان الاهم وهو كابتن حسام حسن سجل الهدف الثاني، ودوت كان تكريما ليه عشان زي ما قلت لك دي كانت اخر بطوله هيشارك فيها حسام حسن. والهدف الثالث سجله عماد متعب، والرابع سجله احمد حسن من فاول غريب شاطه من نص الملعب محدش لمسها لحد ما دخل الجول. عشان نيجي بقى للمرحله الخامسه لينا في بطوله افريقيا 2006، ودي كانت اصعب مواجهه لينا، كانت قصاد السنغال. وساعتها المنتخب بدأ الماتش حلو وكان كسبان 1-0 عشان يجي الشوط الثاني والسنغال تتعادل وخلاص فاضل ربع ساعه والماتش يخلص، والماتش بيهرب مننا. فساعتها كابتن حسن شحاته قرر يطلع
ميدو. كلنا عارفين اللي حصل والدنيا زاطت وماطت. وهو ساعتها كان ميدو عايش الدور يعني لان هو كان المحترف الوحيد اللي في المنتخب وكان معترض. وليه يا كابتن تطلعني ليه؟ في ايه؟ ينفع كل مره تطلعني كده؟ ينفع؟ هو ايه اللي كل مره؟ في تغيير يعني يطلع بره. في ايه؟ اطلع بره اخلص. الله، في تغيير يعني يطلع بره، انجز. واثناء المشاده يا عم مع ميدو والكابتن حسن شحاته، عمرو زكي اللي نزل تبديل مكان ميدو يسجل هدف الفوز. ساعتها حتى ميدو ما لحقش حتى يرجع يقعد على الدكه، بص لقى عمرو زكي هو اللي جاب الجون، فضل يجري ويحتفل والدنيا زاطت ماطت. وكابتن حسن شحاته طبعا الدنيا زاطته وشالته وقعد يقول لك انا صح جبته من انبي. عشان بعد ما المنتخب احتفل بالجون والسنغال بتسنطر عملوا علينا هجمه، كابتن ابراهيم سعيد شال الواد نص بلن الرسمي. ماشي ضربة جزاء لانها مش ضربة جزاء، ده جناية كمان. انا اظن الحكم خف من الناس. بلين لو اتعادت 1000 مرة والحكم شافها 1000 مرة هيحسبها بلين، ولكن اظن يعني زي ما كابتن عبد الظاهر السقا قال الحكم خاف من الجمهور ومشيت الدنيا. بس تخيل لو كانت حسبت بلين كان ابراهيم سعيد مش هيطلع من الاستاد سليم من الجمهور. والمرحلة السادسة يا عم والنهائي اللي انت قاعد مستنيه، نهائي افريقيا 2006 وهم الكوت ديفوار. هنلاعب الكوت ديفوار تاني، لعبناها في المجموعات وقابلناها في النهائي. وطبعا بعد اللي حصل ما بين حسن شحاته وميدو، كابتن حسن شحاته حلف بالطلاق ان ميدو ما يلمسش ارضيه الملعب، وفضل يتابع الماتش المقصوره الرئيسيه. واحد يقول لي طب ده ممكن ياثر على المنتخب، ده ميدو المحترف الوحيد زي ما انت قلت. اقول لك يا ابني المحترف الوحيد ايه؟ كابتن حسن شحاته كان واخد 5 فراوده، حسام حسن، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، ميدو، يعني ملوش لازمه. ويبدا الماتش يا عم والفرقتين خايفين من بعض، هجمه هنا وهجمه هنا، لا هجمه هناك لا هجمه هنا، لحد ما دخلنا في الدقيقه 90 والماتش خلص ودخلنا في اكسترا تايم. عشان تيجي يا عم الشوط الاول في الاكسترا تايم وعمك باراكوتا اللاعب يدخل فيه يا دوبك ما لمسوش، باراكوتا عمل سويمنج بضربه الجزاء ولبس كوت ديفوار بيلين، ويلا بينا بقى هي جايه هي. وعشان ضربه الجزاء حرام يا عم، كابتن احمد حسن قال لك انا ما بحبش اجيب الجوان حرام، واحمد حسن دخل وضيع ركله الجزاء. فرحانه واحنا واخدين البطوله تعليم ازهري. واستمر الحال كده يا عم لحد النهايه ودخلنا ركلات جزاء. اول ركله جزاء لمنتخب مصر كابتن احمد حسن ودخل وسجلها. طب ما سهله يا عم، ما كنت جبتها وريحتنا. واول ضربه جزاء كانت ليهم كان دروجبا، وده كان نجم الجيل بيلعب في تشيلسي ومكسر الدنيا، ودخل عشان يشوط ركله الجزاء، ولكن كان معانا السد العالي الحضري صد منه ركله الجزاء زي ما انت شايف، وقام وقف زي السد اكنه لاعب درجه ثالثه اللي شاط عليه، فضل ماشي كده بتناكه زي ما انت شايف. تاني ضربه جزاء كانت لعبد الوهاب الله يرحمه ودخل وسجلها. التانية عندهم برضو دخلوا وجابوها. تالت ضربة جزاء دي بقى هنقف عندها شوية. هو المفروض اللي كان هيشوطها ابراهيم سعيد، ولكن ابراهيم سعيد كان متفق مع كابتن حسن شحاته ان لو دخلنا بلينات انا مش هشوط ضربات جزاء، الجمهور انا ما اقدرش اشوط. انا متفق انا متفق قبليها. قلت الكابتن حسن قلت له لو سمحت لو وصلنا لضربات الجزاء طلعني طيرني. كابتن حسن لو في ضربات جزاء وصلنا لضربات جزاء انا مش هقدر اشوط. وفعلا يعني هو برضو كان خايف ان حسن شحاته يخليه يشوط، فعمل نفسه اتصاب في الشوط الثاني في الاكسترا تايم عشان يطلعوا كابتن حسن شحاته ونزل مكانه عبد الحليم علي. بس المشكله زي ما انت شايف ضاعت برضو، عشان بعديها بقى الامور بتفلت مننا. بس الحضري قال لك هنا السد العالي، البطوله دي بتاعتنا، وقام صد ضربه الجزاء. وبعد كده عمرو زكي يخش يسجل ضربه الجزاء الرابعه لينا، والرابعه برضه هم يخشوا ويسجلوها. ويتبقى حبيب قلب الزرزور اخر ركله جزاء لينا عشان يخش على تنفيذها كابتن محمد ابو تريكه. كان ساعتها ابو تريكه داخل حبيب قلب الزرزور وما يعرفش ان لو المنتخب سجل دي كسبنا وخدنا البطوله، عشان فعلا ربنا يكرم الواد محمد ابو تريكه ويسجل هدف الفوز اللي كسبنا بطوله افريقيا 2006. والله وعملوها الرجاله ورفعوا راس مصر بلدنا. دي يا حبيب قلب الزرزور تبقى حكايه منتخب مصر سنه 2006 في افريقيا. زي ما انت شايف كده ربك سترها معانا ومشيت معانا بقلاوه، ويا رب تمشي معانا السنه دي بطوله افريقيا لسنه 2025 زي ما حسام حسن كان بيشارك في 2006. ان شاء الله هو بيشارك في 2025 كمدرب
يكسبنا البطولة. كان معك الزرزور، وأتمنى أكون كان دمي خفيف على قلبك وخليتك تستفاد إلى حد ما. كان معك الزرزور يا حبيب قلب الزرزور، وإلى اللقاء في حلقات تانية وفي فيديوهات تانية. أشوف وشك على خير. السلام عليكم.